أنا حابب أوجه الشكر وأخص بالشكر جنودنا من القوات المسلحة المصرية اللي كان لنا الحظ أن احنا نشارك القبائل العربية من بداية الحرب إلى يومنا هذا. بيلعب مع الأسود والنمور، اتجوز ملكة جمال سينا وعمل لها أكبر فرح في مصر، ووقت فراغه بيطلع بطيارته الخاصة يلف في الجو. وصاحبه الروح بالروح ابن السيسي عنده 24 سنة، وفرحته بيفضل 3 أيام بلياليهم احتفال ورقص وغنى في سينا، وبيتلقى درس طيران مخصوص لمدة 24 ساعة على إيد عين أعيان عائلات سينا. وعنده طيارة خاصة أحدث طراز، بس مش مشغول بالطيران لأنه المسؤول عن إدارة شركات والده. والمعروف دايماً عن أهل سينا إنهم رجال إذا قالوا فعلوا، وإن فعلوا لا يخشوا، وإن خشوا لا يخشوا إلا الله. اسمه بالكامل عصام إبراهيم العرجاني، عنده 24 سنة، وهو الابن الكبير للحاج إبراهيم العرجاني، وكان عنده أخ أصغر منه اسمه وسيم، لكنه توفى في حادثة، وما بقاش عنده غير أخته الصغيرة طيبة، واللي اختار اسمها هو والدها المهندس إبراهيم العرجاني. وفاة وسيم أخوهم الصغير أثرت جداً عليهم، ولحد النهاردة متأثرين نفسياً بغيابه، وكانوا قريبين جداً لبعض وحاطين صورته معاهم في كل مكان كأنه لسه عايش. عصام والده بيعتمد عليه في كل حاجة، لدرجة إنه مسكه شغله اللي بالمليارات، وشغله مش بس في مجال واحد، لا ده في كل المجالات. أي مجال يجي في بالك فالمهندس إبراهيم العرجاني له فيه، حتى العقارات شغل فيها. مؤسس سينا للخير وأبناء سينا، وشركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار، وشركة جلوبال للسيارات، ده غير سيطرته في مجال السياحة. وفوق كل المسؤوليات دي تم تعيين المهندس إبراهيم العرجاني عضو مجلس إدارة الجهاز الوطني لتعمير شبه جزيرة سيناء، وهنا تم تعيين عصام المتحدث الرسمي باسم شباب سيناء. بس عصام بيعشق الطيران، وهنا فكر إزاي يحقق لنفسه اللي بيتمناه، واختار أكاديمية علوم الطيران، وفعلا بقى طيار مدني. ومش بس كده، ده قرر إنه يكبر شغله أكتر وأكتر هو ووالده اللي داخل في مجالات كتير، فقرر إنه يدخل في مجالات أكتر، وهنا دخل قسم العرجاني الشريك. أما بقى عن فرحه اللي كان أسطورة، الكل مالوش سيرة في الساعات الأخيرة غير فرح عصام العرجاني ابن المهندس إبراهيم العرجاني، الفرح اللي خلى مصر كلها تتكلم عنه، ووصفوه إنه ولا ألف ليلة وليلة، فرح أسطوري بمعنى الكلمة. تكلفته اتخطت 100 مليون جنيه، واستمر لمدة 3 أيام. اليوم الأول كان معمول لنجوم المجتمع والفنانين، وتكلفته كانت 50 مليون جنيه علشان التجهيزات، طبعا ده غير أجور الفنانين اللي جم عشان يهنوه ويباركوا له بنفسهم. ومفيش مطرب ولا نجم إلا وكان موجود، عمرو دياب، محمد حماقي، تامر حسني، وغيرهم كتير من المطربين، وكل فقرة منهم كانت بتقعد بالساعات، ده غير رجال السياسة اللي كانوا موجودين طبعا. أما اليوم الثاني فكان في محافظة الإسماعيلية، والفرح كان معمول على الطريقة البدوية، واتجهزت له فقرات من ألتراس البدوي. وطبعا الفرح كان لا يخلو من الشخصيات العامة في المجتمع، وكمان الأهالي وعامة الشعب. بنتمنى كل الفرح والسعادة والحياة الهنيئة للعروسين.